أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا ربي نجينا نعذب. يا ربي يحفظنا. Bon, c'est fini l'appartement. Je vous le dis tout de suite. مازال ما وصلش حاليا حتى امبيلونس. في سياق تتبع التطورات المرتبطة بالهزة الأرضية التي شهدتها مساء أمس الجمعة 8 شتنبر 2023 بعض عمالات وأقاليم المملكة، وتنويرا للرأي العام الوطني، تخبر وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة أن عدد الضحايا قد ارتفع للأسف ليصل إلى حدود الساعة 7 صباحا 632 من الوفيات تغمدهم الله بواسع رحمته، فضلا عن 329 إصابة بما في ذلك 51 شخص في حالة حرجة. السلام عليكم أحبائي، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سلامات للمغرب والله يتقبل شهداء. طبعا هذه الوفيات اللي صارت أكثر من 632 شخص بالنسبة لعدد الوفيات، بالنسبة للجرحى ومندعي لهم بالشفاء العاجل فاقوا 300 جريح، وفي أكثر من 50 جريح بحالة خطرة. طبعا الناس كلها مستهترة في موضوع الزلزال. يا أخوان، شفت الفيديوهات ولاحظت ملاحظة غريبة وعجيبة، انه لما بتصير هزة في بعض الناس وبعض الشبان بيضلوا في مكانهم. يا اخي الكريم، لا توقف تحت عتبة البيت او تحت عتبة الباب، ولا توقف ولا في اي مكان في شيء اسمه سقف او جنب بناء. حاول قدر الاستطاعة انك تطلع برا في مكان فارغ، يعني على الشارع، بعد عن الأبنية المرتفعة، لأنه لما بدها تسقط هذه الأبنية رح تتأثر. نعم إخواني، بحكم نحن مدينتنا كهرمان مرعش تعرضت للزلزال وكنت موجود فيها، فلهذا السبب صار في عنا مثل ما بيقولوا خبرة، وصرنا نعرف كتير أمور عن الزلزال كنا جاهلينها، والله يرحم 600 شخص. أما بالنسبة لفيديوهات كثيرة عن اللحظات الأولى للزلزال. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. البنات جات بالفعل، البنات ويلي شوفوا البنات، شوفوا الدنيا، شوفوا كلشي تقلب، كلشي تقلب، كلشي تقلب. شوفوا البنات، شوفوا كلشي رابح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زيد والله إلا الزلزال. يوك يوك يا ربي السلامة، يا ربي السلامة. What the fuck؟ خرجوا خرجوا خرج. لبسي شي حاجة، لبسي خرجي. يا ربي نجينا نعذب. يا ربي يحفظنا. يا ربي على سلامتنا، على سلامتنا، على سلامتنا، على سلامتنا. يا ربي على سلامتنا. Bon les amis, regardez l'entrée de notre appartement. Attends, allume Asma, allume. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez la catastrophe. Bon, c'est fini l'appartement. Je vous le dis tout de suite. C'est terminé. Regardez, fissure là-bas. Regardez là, là.
Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Regardez, regardez le carrelage là carrément. Là. Regardez là-haut. Regardez là. Regardez par terre. Partout. Regardez, fissures là. Regardez-moi ça. Alhamdoulilah, c'est pas... heureusement qu'il y avait personne dans l'appartement. Regardez-moi ça. Ah, l'appartement il est mort là. Il est mort de chez mort. Des fissures de partout comme ça. Comment tu peux avoir autant de fissures sur un appartement, un bâtiment qui a même pas 5 ans, qui est neuf. Regardez ça. Regardez ça. Le coin au fond, c'est fini. Désolé, ça va, il montre, il arrive. Ouais, il y a un autre. Allez. أما بالنسبة للمناشدات فأخوانكم كانوا عم بيستغيثوا ولحد هاللحظة في ناس تحت الأنقاض، وأيضا الناس كلها يجب عليهم مساعدة إخوانهم في مراكش. اجيونا الله يرحم والديك، راه كاين هذا الحيط، راه كاين هذا الحيط. لا ما خفتي والو، هنا ما الحضر راه هذا تولد هذه راه حجر شنو هي؟ هنايا اللي خايبين دابا شوفي هنا شويه، هذا اللي صعيب، اجيو هنا شويه، هذا اللي صعيب، اجيو هنا. خوات سمحوا لي غنقطع هذا البث هذا، راه كما قلت لكم لي زومبيلونس خاصنا ضروري، مازال ما وصلش حاليا حتى امبيلونس، ما عرفتش فين كاين المشكل بالضبط. لي امبيلونس راه ما كاينينش حاليا، يعني كاينين بعض الوفيات، مازال ما عرفتش بالضبط شنو كاين، غير الاصابات راه كثار. الله يجزيكم بنا، خاصنا لي زومبيلونس، خاصنا لي زومبيلونس. بالنسبة للقنوات وبعض التقارير جمعت لك إياها وحبيت كمان أعرض لك إياها. نحن في إطار هذه التغطية المباشرة للزلزال الذي ضرب مساء الجمعة وارتداداته بعدد من المدن، من أكادير، مراكش أيضا الدرجة الأولى، الدار البيضاء، فاس ومكناس، أيضا مناطق الرباط وسلا وأمزميز. إذا نشير إلى أن المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أفاد مساء الجمعة بتسجيل هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر بإقليم الحوز. كذلك أوضح المعهد أنه حدد مركز هذه الهزة الأرضية التي وقعت حوالي الساعة 11:11 مساء في جماعة إغيل التابعة لإقليم الحوز. كذلك المصدر أضاف بأن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق حوالي 8 كيلو. في البداية بأنه السلطات المحلية حينما خرجنا من تحناوت على وجه، هناك تساقطات الآن بشكل مباشر كما تشاهدون. هناك بعض الصخور الآن التي تسقط من هذا المنحدر الجبلي كما تشاهدون، يعني الساكنة كذلك تخرج من سيارتها الآن بشكل مباشر. لربما هناك هزة ارتدادية وهناك أكوام من الصخور تسقط بشكل مباشر. لربما أعتقد رغم هذا الظلام قد تصلكم الصورة، العديد من السيارات تحاول العودة بشكل مستعجل حتى تنجو من هذه الصخور التي تسقط الآن من هذه المرتفعات، من هذه المنحدرات الجبلية التي بجانبنا. كما تشاهدون بعض السيارات التي علقت للأسف بهذه الصخور التي تساقطت قبل قليل من هذا المنحدر الجبلي. ذكرت سنة بأنه فعلا بمجرد خروجنا من تحناوت تحديدا، السلطات هناك جرافتين كبيرتين سبقتا هذا الموكب من السيارات تحاول دائما إزاحة الصخور من أمامنا، ونقف للحظات حتى تفتح الطريق كما تشاهدون. ودائما يعني العبور هو غير سهل، ولكن العبور يتم بشكل تدريجي كما تشاهدون. الآن الكل يحاول لربما الصعود إلى المنطقة مركز الزلزال حتى يطمئن على أقاربه، خاصة أن الشبكة. لهون إخواني أخواتي بنكون وصلنا لختام هذه الحلقة. نتمنى منكم الدعاء لأخوانكم في المغرب، والله يشفي المصابين. كان معكم سمير أحمد، والسلام عليكم.